في الفيديو بتاع النهارده ده صديقي هنستعرض مع بعض الرويال بيس ام 17 من الار بي 1 لار بي 50 وهنقيم السيزون مع بعض وهنقول هل السيزون ده يستحق ان احنا نشتريه اساسا ولا لا. وحرفيا لو السيزون ده خد اكتر من 9 من 10 هختار من الفيديو ده واحد من الكومنتات هشحله الرويال باس، ده غير طبعا الرويال باسات ان شاء الله اللي هنوزعها. بس قبل اي حاجه اتمنى الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل حالا كده اخبط لنا لايك الفيديو ده واشترك في القناه وما تنساش تفعل زر الاشارات على الكل، وهقول لك سبب تفعيل زر الاشارات على الكل لان احنا صديقي يوميا بننزل اكواد شحن شدات ببجي مجانا في الكومنت المثبت بعد نزول الفيديو ب5 دقايق. يعني صديقي اول ما اوصلك اشعار بالفيديو ادخل على الفيديو حط لنا لايك الجميل واستنى الكومنت المثبت عشان ما اطولش عليك. هنتكلم بقى عن تسريبات السيزون ام 17 وهنشوف هل السيزون ده يستحق ان احنا اصلا ندفع فيه شدات ونشتريه ولا ما يستحقش، وهنشوف كل حاجه من ار بي 1 لار بي 50 رسميا تم التوثيق. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده ده لوجو السيزون ام 17. طب خلينا نشوف كده اللي هو العرض الترويجي. طبعا السيزون 17 زي ما انت شايف قدامك كده. بصراحه السيزون فيه حاجات حلوه وفيه حاجات وحشه، انا هستعرض معاك كل حاجه وطبعا كل حاجه ان شاء الله هنقيمها. تقدر تشحن طبعا السيزون طبعا ب 300 شده او ب 900 شده. طبعا اصدقائي عندنا في الار بي 1 عندنا سكين الام كي 4 او سكين طبعا ام كي 47 ايا كان انت عايز تسميه، ولكن اصلا هو سكين ملوش لازمه ما بنستخدموش ومش عارف هي بابجي منزلها لي بصراحه. دايما بابجي كده يعني بتختار الحاجات اللي ملهاش لازمه. اهم حاجه عندنا وعجبتني بصراحه وهديها بصراحه اقيم بسببها اساسا ان انا اقيم السيزون ده هي اللبسه بتاع الار بي 1 دي. صراحه اللبسه دي جامده جدا، لو كانت في اللبسات المسك كنت يعني كانت هتعجبنا جدا. يعني بصراحه شخصيا افضل لبسه اساسا في السيزون وهي اللبسه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وطبعا دي النضاره هتكون في الار بي 5 باذن الله. طبعا بصراحه يا اخواتي انا مش عايز اقول لكم زي ما قلت لكم في الاول كده ان اللبسه دي حرفيا من افضل اللبسات اللي في الار بي. انا مش عايز اصدمك بس بصراحه اللبسه دي جامده جدا، انا عجبتني شخصيا. ولو مسك كانت هتبقى احلى بكتير. يعني كده لبسه كده ذهبيه حاجه كده جميله كده، هي شخصيه فعلا البنات ولكن بصراحه هي شخصيه جميله جدا. زي ما قلت لك عندنا طبعا النضاره دي برضه خاصه باللبسه في الار بي 5 وعندنا الخوذه دي. بصراحه الخوذه دي ممكن ما تعجبش ناس كتير ولكن انا من الناس اللي عجبتني. يعني الخوذه دي عجبتني. طبعا زي ما قلت لكم ان في حاجات ما عجبتناش في السيزون وفي حاجات عجبتنا. من الحاجات اللي ما عجبتناش كانت سكن الام كي، اما الخوذه بصراحه تفاصيلها حلوه كده وجميله. تعال بقى نشوف الرقصه المجانيه. حرفيا اقسم بالله بابجي فجرتها في الار بي 15. طبعا الرقصه دي افضل من الرقصه المسك، ودايما كل سيزون بابجي بتعمل نفس الحوار ان الرقصه بتاع الفري او الرقصه الفري احسن من الرقصه اللي هي المسك. بصراحه جميله جدا. طبعا دي الافاتار اللي هيكون موجود طبعا او الصوره يعني اللي هتكون موجوده. طبعا عندنا هنا الحليه برضو ان شاء الله موجوده عندنا في الار بي 15. تعالى بقى نشوف موجود معايا تاني. طبعا يا صديقي زي ما انت شايف قدامك كده معانا سكين الباراشوت. طبعا اللي انا قلته ده ومعانا سكين الباراشوت معلش يعني بس عشان في حاجات كتيره نازله فعايز اخلص كل الفيديوهات النهارده. معانا سكين الباراشوت في الار بي 20 ومعانا سكين طبعا اللي انت شايفه قدامك ده بتاع الفلاش. طبعا برضو معرفش ايه ملهيش لازمه. يعني انا بالنسبه لي السكنات دي ملهاش لازمه. يعني سكن باراشوت سكن الفلاش سكن السموك السكنات دي اساسا بابجي خلاص يعني احنا شبعنا منها وما بنستخدمهاش. عندنا سكن اللبسه دي بصراحه برضو ما عجبتنيش. يعني اللبسه دي ما عجبتنيش لحد دلوقتي. اللي عجبتنا اللبسه بتاع الار بي 1 والرقصه الفري وكمان طبعا الخوذه. طبعا اما بقى اللبسه بتاع الار بي 25 بصراحة يعني مش قد كده حاسسها تعبانة. عندنا بقى طبعا كالعادة وبابجي قرفتنا بيه طبعا اللي هي سكن الطيارة. طبعا سكن الطيارة ده اللي فيها ايه يعني مثلا يا بابجي لو حطيت سكن الطيارة ده في سكن مثلا جيب او داسيا يعني ايه اللي هيحصل؟ مش عارف انا بصراحة ايه اللي هيحصل. يعني مفيش حاجه هتحصل. كل اللي هيحصل ان احنا نحب اللعبه والله. ولكن انت عرفتينا كل شويه. ده معايا انا دلوقتي معايا 200 سكن طياره. طبعا عندنا الرقصه هي المسك. عايزك تحكم بين الرقصه المسك وتقارنها بالرقصه الفري. طبعا الرقصه المسك احسن من الفري مليون مره، مش محتاج اتكلم عنها ومش محتاج اقول ولكن واضح قدامنا كلنا زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا يا اصدقائي عندنا هنا سكن الام 16 اللي محدش بيستخدمه اساسا بصراحه. سكن ام 16 شبيه بسكن اس ال ار اللي نزل عندنا زمان. انا معايا من السيزون الثامن سكن اس ال ار نفس اللون ده يعني نفس الالوان دي. بصراحه ما عجبنيش برضو ان هم ينزلوا في الار بي 35 ولكن هو فري فعادي. يعني ما دام فري عادي ممكن براحتهم.
يعني اهم حاجه ما يخلوش الناس تشحن وتدفع فلوس وفي الاخر نزلوا لها سكنات بصراحه يعني ملهاش لازمه. يعني انا بصراحه سكن الام 16 ما عجبنيش. عندنا بقى سكن اللي اديله 10 من 10 وهو سكن الكار. شايف انت يعني شايف التفاصيل. انا عايزك بس انا سكت عشان يعني تركز مع السكين. بصراحه تفاصيل جامده جدا، سكين جامد جدا من كل يعني. انا اول ما شفته كده اساسا قلت ده سكين كار المطور. بصراحه سكين حلو جدا ويستاهل بصراحه انه يتحط في ال 44 ويكون مدفوع. يعني هو سكين جميل جدا بصراحه، سكين كار وتفاصيله جميله جدا جدا، عجبني. يعني انا اديله بصراحه 10 من 10. طبعا اصدقائي بصراحه الار بي كله هنقيمه في الاخر وهقول لك يستحق تشتريه ولا ما يستحقش. عندنا بقى حاجة من أهم الحاجات اللي ممكن ما تعجبش ناس كتير. طبعا يا صديقي عندنا هنا زي ما انت شايف قدامك كده لبسة وشعر مسك في الار بي 50. بصراحة أنا من الناس اللي عجبتهم اللبسة دي، لأن أنا بحب أساسا اللبس اللي هو الصغنن كده. والشعر بصراحة أنا كنت عايز الشعر ده ويكون شعر مسك. أنا بصراحة عجبتني اللبسة وعجبني الشعر، حاجة خفيفة كده وهادية مش زي كل اللبسات، مش زي أزارو، مش زي كل اللبسات. يعني يا صديقي اللبسات مثلا اللي في السيزونات اللي ورا تحس كده إنك لابس يعني حاجة كبيرة أوي كده وملهاش لازمة بصراحة. انا عجبتني اللبسه دي جدا جدا وعجبني الشعر. انا شخصيا بحب اللبس الهادي ده، يعني بحب الحاجات الصغيره دي. انت ممكن ما تعجبكش عادي، انت قيم لنا السيزون في الكومنتات وقول لنا برضه هل يستحق ان احنا نشتريه ولا لا. ولكن بصراحه انا عجبتني. ولكن اللي ما عجبنيش برضه الراسه دي مسك ومدفوعه وكمان في الار بي 30 ليه يعني يا بابجي دي؟ شوف حرفيا انا عايزك تقارن بس. شايف والله يا جماعه جمدان، والله بتاع الار بي 15 جمدان الفري. اقسم بالله حرفيا لو انت مش عايز الحاجات اللي مسك دي ما تشحنش السيزون، نصيحه. طبعا عندنا هنا السكنات اللي انت شايفها قدامك دي، طبعا الخوذه دي او القناع ده واللبسه دي هتكون برضو موجوده، ولكن اللبسه دي هتكون موجوده في الاسترداد. يعني ايه؟ يعني نقدر نستردها بالعملات اللي بنقدر اللي هم بتاع الدروب ده صديقي، مش مدفوعه برضو، يعني مش مجانا، سوري مدفوعه، مش هنقدر نحصل عليها مجانا في الار بي. طبعا يا اصدقائي بصراحه السيزون ده انا ممكن اقيمه لك، ولكن انا عايزك انت تقيم السيزون في الكومنتات وانا هقول لك رايي. انا رايي عجبني 4 حاجات في السيزون ده: سكن الكار، وسكن طبعا اللبسه في ار بي 1، وطبعا يا صديقي سكن الخوذه، وسكن الار بي 50، الشعر طبعا واللبسه. لان انا قلت لك من الشخصيات او من الناس اللي بتحب طبعا اللبسه او بتحب الحاجه الصغيره، فطبعا هي دي الحاجات فقط اللي عجبتني. وعندنا هنا سكن الطياره طبعا او الهليكوبتر طبعا اللي موجوده اللي انت شايفها قدامك دي هتكون موجوده في الاسترداد ب 150 شده كالعاده يا اصدقائي طبعا ان شاء الله. صراحه يعني انا من رايي كان ضافوا حاجه احسن من كده. يعني كل سيزون بيضيفوا الهليكوبتر ب 150 شده، انا من رايي مثلا يضيفوا داسيا، يضيفوا سكن تاني، يعني بصراحه هيكون احلى بكتير واجمل. بصراحه يا صديقي انا كده خلصت تسريبات السيزون ام 17. ان شاء الله هينزل برضو ام 18 وكل حاجه من ار بي 1 لار بي 50. وكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو وصلت لنا استفدت مني اخبط لايك الفيديو ده واشترك في القناه، ما تنساش تفعل زر الاشارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات واقوى شحن شداد ببجي مجانا. اشوفكم فيديو اخر، مع السلامه.